كل برج عنده عيب بيضيع حظه. بيضيع حظك، يعني عيبك بيضيع حظك منك. طب يا ترى ايه العيب اللي في برجك بيخلي حظك يضيع ويجري منك كده؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو ده. لكن في البداية زي ما اتعودنا نصلي على النبي. صلينا على النبي. جاهزين نعرف ايه العيب اللي في برجنا اللي مضيع حظنا؟ لو جاهزين يلا نبدأ بأول برج معانا، برج الحمل. برج الحمل نشيط ومندفع بس عنيد جدا، وعيبه الكبير كمان التسرع. اكتر حاجة التسرع، بياخد قرارات في وقت خيالي فمن غير ما يفكر، فده بيخليه يخسر فرص كان ممكن ينجح فيها لو صبر شوية. الحظ بيجيله لكن هو بنفسه بيضيعه بالاندفاع، فخلي بالك من اندفاعك يا برج الحمل. وتاني برج معانا برج الثور. برج الثور عنيد جدا جدا جدا، والعند ساعات بيخليه يتمسك بحاجات غلط او يرفض تغيير ممكن يفتح له باب رزق جديد. العند هو السبب الرئيسي اللي بيخليه يخسر حظه حتى لو الحاجة كانت لصالحه، فخلي بالك يا برج الثور لانك هتخسر كتير جدا لو فضلت عنيد. طيب برج الجوزاء. الجوزاء ذكي ومرن لكن مشكلته التردد، بتتردد كتير جدا يا برج الجوزاء، ممكن يفكر ويحلل زيادة عن اللزوم لدرجة الفرصة تمشي وهو اصلا لسه بيفكر فيها، فالعيب ده بيخليه يضيع حظه من ايده بسهولة جدا. برج السرطان. برج السرطان عاطفي جدا جدا وحنون قوي، لكن المشكلة ان هو بيدي بقلبه وبيثق في الناس بسرعة خيالية، وبيتعلق تعلق مرضي بالاشخاص، وده بسبب اختياراته. عيبه وحظه بيضيع لانه اختياراته كلها في العلاقة العاطفية او في الحياة العاطفية زفت، ده تدمير. برج الاسد. ألهم لا حسد. برج الاسد قوي وجذاب جدا، لكن ساعات غروره بيخليه يرفض فرص او مساعدة من حد. ثقته الكبيرة في نفسه ساعات بتتحول لعناد يخسروا حظه بايده. وطبعا الاسود عارفين ان هم فعلا كده. انا كده، انا ما حد بيطلب ان هو يساعدني، لا شكرا شكرا، وفي الاخر باخد على يلا. برج العذراء. العذراء منظم وعملي لكن منتقد، وبينتقد نفسه وبينتقد غيره. للأسف العذراء بسبب الانتقاد الكبير ده ما بيخلوش عنده شغف لأي حاجة أو عنده شغف للفرصة، بيخلي الفرصة تضيع من إيده لأنه هو ما بيشوفش إلا العيوب، ما بيشوفش المميزات خالص. طيب برج الميزان. برج الميزان برج بيحب التوازن، بس أكتر حاجة بتضيع حظه هي الحيرة. طول ما هو محتار ومش عارف يقرر الفرصة بتمشي لغيره، لو خد قرار أسرع من كده كان حظه هيكون أحسن بكتير، فحاول تاخد قرارك أحسن من كده يا برج الميزان. برج العقرب. العقرب قوي وعنده حدث لكن الشك الكبير بيخليه يضيع حظه. عدم ثقته في اللي حواليه للأسف بيضيع منه، بيخليه يخسر ناس وبيخليه يخسر فرص كبيرة جدا. برج القوس. القوس مغامر ومتفائل لكن عيبه التهور، بيجازف اوقات كتير زيادة عن اللزوم وساعات بيخسر اكتر ما بيكسب. التهور بيخليه يضيع حظه من ايده برضك. برج الجدي. الجدي عملي وطموح لكن ساعات بينسى نفسه وسط الشغل، وعناده في انه يشتغل اكتر واكتر واكتر بيخليه ما يستمتعش باللي جاي او يحس بيه، فبيضيع حظه لانه مش عارف يوازن بين شغله وبين حظه او حياته. برج الدلو. الدلو متكبر وعنده كده عيبه التمرد، حر، هو حد حر كده. التمرد ده بيخليه يعني يسيب فرص كتير ممكن تنجحه في حياته. برج الحوت. برج الحوت خيالي وقلبه طيب، بس عيبه انه ساعات بيعيش احلامه وبينسى الواقع، الواقع اللي هو المفروض فيه الحظ اما بيجيله فبيضيعه برضه من ايده للأسف. كل برج عيبه الصغير ده ممكن يضيع حظه، فقولي بقى انت برج ايه وفعلا ضيعت حظك قبل كده ولا لا؟ وخلص الكلام، سلام.